يا مساء السعادة، تعالوا نعمل بقى وجبتين تحفة جدًا، يعني وصفتين من أحلى الوصفات اللي ممكن تعملوهم كده، نعملهم في رمضان أو في أي وقت هينفعوكم جدًا. شوية زيت كده وحطوا عليهم بصلاية ونُص كيلو من الرز وقلبيهم مع بعض كويس جدًا لحد ما يبتدوا إن هُم يتغلفوا. هتزودي عليهم ملح وفلفل وما تنسيش تصلّي على النبي في التعليقات وقولي لي بتتابعيني منين. حطي عليهم كده كوباية من البسلة على الجزر وكده بنضيف كده قيمة غذائية وشكل وكمان طعم جميل للرز. نحط عليهم مَيّة مغلية ونخلّيهم كده لحد ما يتشربوا وبعد كده نهدّي النار. هنجيب بقى الكبة بتاعتنا ونضيف فيها بصلاية متوسطة ونُص كيلو من صدور الفراخ، وهنحط عليهم حبة كده من الفلفل الرومي أو الحامي، ونتبّل ملح وفلفل وبابريكا، ونقفل الكبة ونفرم الكلام ده كويس جدًا لحد ما ينعم بالشكل ده. ما تنسوش تصلّوا على النبي في التعليقات يا حبايب قلبي، ودعموا الفيديو بأجمل لايك علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. المهم بقى أنا خدت كده نُص كمية الرز اللي اتعملت معايا، وكمان القطع بتاعة الفراخ أو العجينة بتاعة الفراخ، عملتها كِوَر بالشكل ده مناسبة للحجم اللي أنتِ عايزاه، على كيس تلاجة مدهون دهنة خفيفة من الزيت، وهابدأ أفرد القطع بتاعة الفراخ، وأحط جواها الحشوة بتاعة الرز وبمساعدة بولة أو طاجن أو أي حاجة كده تكون صغيرة، وهابدأ إن أنا هاقفّل عليها كويس جدًا بالشكل ده، هتدّيني شكل الحاجة اللي أنا باضغط فيها. وعايزة أقول لكم إن هي كبيرة، يعني المقاس اللي أنا عاملاه ده كبير، يعني لو أنتِ عندِك مثلًا كذا طفل، نُص كيلو الفراخ هيكفّيكِ كويس جدًا، جدًا. وممكن نستخدم كمان إيه، وراك، ممكن نستخدم صدور أو وراك زي ما أنتِ عايزة. وكمان الطريقة دي بقى ما بتحتاجش بقى ولا لَف ولا أي حاجة، هي كل الحكاية كيس التلاجة ده بيساعدنا وبيقفّل معانا الوصفة كويس جدًا. وطبعًا الحجم على حسب ما أنتِ عايزة. بُصّي بقى لو في أي حتّة كده من فوق ظاهرة أو مش متغطية، بنبدأ إن إحنا نقفّلها بمنتهى السهولة بالشكل ده، وبرضه بتطلع معانا بمنتهى السهولة. لو عايزة بقى تضيفي تحتيها بطاطس ما فيش مشكلة. جيبي بقى كوباية مَيّة مغلية ومكعب مرق ومعلقة صلصة، ودي كده علشان نسوي فيها البطاطس من تحت. طبعًا أنا دهنة القالب كويس جدًا بالزبدة علشان البطاطس ما تلزقش فيه. هادخّلها بقى الفرن لحد ما تستوي، مش هتاخد وقت خالص، هو يا دوب تسوية البطاطس في الصوص اللي إحنا حطيناه، وكمان الفراخ ما بتاخدش وقت خالص لأن هي يعني يعتبر إيه، مش سميكة أوي، يعني هي حلوة يعني سمكها رفيع. أول ما تطلع بقى من الفرن وهي سخنة كده نديها شكل حلو، معلقة زبدة وشوية كزبرة خضرا أو بقدونس، ويبقى إحنا كده عملنا الوصفة بتاعتنا. عايزة أقول لكم مشبعة جدًا، جدًا، يعني كمان شوية الرز اللي متبقيين دول هنقدمهم مع الوصفة اللي إحنا عملناهم في الأول. يعني نُص كيلو من الرز إحنا حشينا منهم صدور الفراخ دي، عملنا منهم إيه، جنبيهم كده اللي اتبقى منهم قدّمناه معاهم، مع شوية بطاطس. أنا عايزة أقول لِك لو حطيتِ لكل واحد طبق زي ده كده مش هيقدر يخلّصه من جماله وطعامته، ومُشبع جدًا، جدًا، وكمان موفّر جدًا، جدًا في الظروف اللي إحنا فيها. الحشوة بتاعة الرز دي ممكن تستبدليها بحشوة خضار بس أو أجبان بس زي ما أنتِ عايزة، يعني اللي متوفّر عندِك ابدئي إن أنتِ اعمليه. دي الوصفة الأولى، تعالوا بقى نقول الوصفة التانية ورأيكم فيها، ودي بقى يعني عزومات رمضان ما بتخلاش منها، تجنن، تجنن يا بنات، وحلوة أوي، أوي، وبرضه مشبعة جدًا. نُص كيلو من الفراخ أو أقل شوية يعني أو ربع كيلو وأزيد شوية، يعني 350 جرام من الفراخ في طاسة من اللحمة sorry. طاسة تكون سخنة جدًا وأحط فيها اللحمة لحد ما تبدأ إن هي تشمّع أو يعني تاخد صدمة كويس بالشكل ده علشان ما تنزّلش مَيّتها وتنشف معانا تبقى juicy كده. أحط لها معلقتين سمنة أو زبدة لو هي مش دسمة معاكِ وحمرا زي بتاعتي كده، وقلّبيها كويس لحد ما لونها يغيّر. بعد كده هتحطي عليها بصلتين كبار مبشورين، وهاحط عليهم فصّين توم برضه نبشرهم بالشكل ده، وطبعًا أنا هازوّد الكمية بالخضار. أنتِ عايزة تخلّيها لحمة وفيها خضار قليل ما فيش مشكلة. أنا هازوّد الكمية بالخضار، أولًا قيمة غذائية، ثانيًا بتدّي تذكيرة والخضار كلّه وطعمه ما بيبانش في الآخر. هاضيف عليه جزرتين كبار يكونوا مبشورين برضه، بشر بالشكل ده، وما تقلقيش كل ده حجمه هيقل دلوقتي وتقريبًا هيختفي معانا. هاضيف كمان حبّتين من الكوسة المبشورة، وتقدري بقى تضيفي أي خضار مش لازم يعني كوسة وجزر، بس عايزة أقول لِك إن الكوسة والجزر أكتر حاجة باحطها في كل الحشوات وما بتبانش. في ناس بتحط بطاطس بس أنا استبعدت البطاطس بصراحة. أنتِ ممكن تضيفي فلفل ألوان و وفلفل أخضر عادي، فلفل حامي زي ما أنتِ عايزة. بُصّوا بقى كمية الخضار بيقل بعد تقليبة كده،
بعد ما يسخن معانا كويس يعني كميته بتقل وبتطلع معانا تحفة. تبّلي بقى التوابل اللي عندِك، أساسي معانا ملح وفلفل ورشة قرفة، ممكن تزوّدي بقى بهارات لحمة، ممكن تزوّدي رشة كزبرة كده علشان التوم اللي إحنا حطيناه، زي ما أنتِ عايزة. قلّبي مع بعض كويس جدًا بالشكل ده، وهناخد الحشوة بتاعتنا بقت جاهزة. نخلّيها على جنب ونحضّر صوص تشريبة حلو أوي، هيتكوّن من 2 بيضة، هاضيف عليهم كوباية ونُص من الحليب أو كوباية حليب ونُص مَيّة زي ما أنتِ عايزة، نُص كوباية من الزبدة، ربع كوباية من الزيت، ومعلقة صغيرة من الbaking powder وملح وفلفل. طبعًا ممكن تحطّي طبعًا إيه، بدال الزبدة لو مش متوفّرة عندِك، حطّي سمنة ما فيش مشكلة، برضه هيمشي معاكِ وهتبقى حلوة جدًا. الصاج الكبير بقى اللي هو العائلي ده، اللي هو مقاس 30 في 40 وتبدئي إن أنتِ تدهنيه كويس جدًا بالسمنة أو بالزبدة. بعد كده هتجيبي كيلو من الجلاش أو ورق الفلو يعني زي ما بتسموه عندكم، وتبدئي إن أنتِ تاخدي منه ورقة، ورقة وتغطّيه علشان ما ينشفش. أنا باحط بقى صوص التشريب اللي أنا عملته ده، بابدأ إن أنا إيه، يعني ادهني بسخاء كده الورقة، خلّيها تتغرق كويس من صوص التشريبة ده. لإن ده اللي هيخلّي معايا البوريك يطلع تحفة جدًا، وفي نفس الوقت كإنِّك عاجناه، يعني كإنِّك عاجنة وفاردة وعاملة طبقات ووصفة يعني متعوب عليها، تمام؟ اللبن بيخلّي بقى التوريق يبقى معانا طري جدًا في الآخر، والسمنة طبعًا بتخلّينا إن إحنا ما نستهلكش كمية سمنة وزيت كتير، يعني هو دول بس كده تحطيهم مع صوص التشريبة هيغنوكِ عن إن أنتِ كل شوية تدهني طبقات من السمنة، وفي نفس الوقت مش هيطلع بقى مقرمش ومكسّر، لأ هيطلع كإنِّك عاملاه بعجين بالضبط. أنا استخدمت 4 ورقات، أنتِ ممكن تستخدمي 3 أو حتى 2 يعني زي ما أنتِ حابة السمك بتاعها، بس دي بتدّيني يعني شكل البوريك التركي اللي هو بالعجين بالضبط. حُطّي كمية مناسبة من الحشوة يعني على حسب ما أنتِ عاملة طبقات قد إيه براحتك خالص، ممكن تقلّلي الجلاش وتكتّري الحشوة. براحتك، اللي يريحِك يعني دي كده حاجة إيه على حسب ذوقِك. دي كل الكمية اللي طلعت معايا، بابدأ إن أنا بقى طبعًا أعلِّم كده لحد ما إيه أقطّعها طبعًا قبل ما تبتدي إن هي تخش الفرن. أي تشريبة أو أي صوص من التشريبة اللي إحنا دهنا بيها اتبقى معاكِ بتحطيه في الوش. طبعًا هتحسي إن هي معجنة كده وكأن الوصفة باظت، ولا أي اندهاش، يعني ما تتعبيش يعني إيه، ما تشغليش بالِك، هي خلّيها معجنة، كل ما تطلع معجنة معاكِ وتشربيها صوص كتير، كل ما تطلع معاكِ طعمها أحلى. على درجة حرارة 200 بقى حطّها كده في الرف الوسطاني لحد ما تاخد لون دهبي. لو أنتِ بتحبيها مقرمشة أول ما تخرج من الفرن ما تغطّيهاش، لو أنتِ بتحبيها طرية يبقى عاملة كده زي الفطاير وكأنها زي العجين، يعني إيه، معمولة بالعجين يعني قصدي، غطّيها. أنا باحبها يعني هي كده، كده بتطلع مقرمشة من برّه، بس طرية جدًا، جدًا بسبب طبعًا الحليب اللي إحنا عملناه،